إذا عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، كنا قبل قليل معكم من القاعة ما قبل الإسلام، والآن نحن في القاعة الإسلامية وللحديث أكثر، وخير من يحدثنا عن هذا الموضوع يسرني أن أعيد الالتقاء بكم مع الأستاذ خالد القهرة. حياك الله أستاذ خالد، حدثنا وحدث السادة المشاهدين عن القاعة الإسلامية وعن هذه المحافل. حياكم الله. طبعا الآن نحن في القاعة الثانية من قاعة المتحف، وهي القاعة الإسلامية، والتي رعي في تزيين مدخلها بنبذة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الخلفاء الراشدين، وكذلك لوحة توضح طريق الهجرة. ولدينا هنا أيضا مجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في الكتابة كالدواء والقلم والمحبرة، وجميع أدوات تعود للفترة الإسلامية. أيضا لدينا في الداخل مجموعة من الشواهد الأثرية والتي كانت توضح تطور الكتابة العربية. ذكرت في مسهل حديثك أستاذ خالد عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن هذه الحياة وعن هذه اللوحة بالذات. طبعا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالأحداث، وخصوصا في طريق الهجرة التي سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق أخرى غير الطريق المعتادة في انتقاله من مكة إلى المدينة المنورة. ماذا عن هذه النقوش التي يراها الآن مشاهدينا الكرام وعن هذه الكتابات؟ الكتابات العربية طبعا شهدت تطور ملحوظ وكبير، وخصوصا في الخطوط الكوفية الغير المنقوطة إلى أن وصل إلى الخط المنقط، وهي عبارة عن نوعين من الكتابة. فجزء منها طبعا الكتابة البارزة أو الكتابة الحفر الغائب. لو تحدثنا أكثر ما هو الفرق بين الكتابة البارزة والحفر على السقوط؟ بالنسبة للكتابة البارزة وهي التي يحفر حول الحرف ليظهر الحرف ويكون بارز. أما بالنسبة للحفر الغائر معروف طبعا هو حفر نفس الحرف في الحجر. أستاذ خالد، لو تحدثنا وحدث السادة المشاهدين، هل هناك تواريخ معينة موثقة لهذه الصقور والكتابات؟ طبعا جميعها موثقة ومؤرخة إلا ما ندر منها، لأنه هي تعتبر شواهد قبور في الغالب، ويكون تاريخ وفاة الشخص الموضوع له هذا الشاهد، فتكون غالبا في كثير من الأحيان تكون مؤرخة وبتواريخ معينة. أيضا نعتمد في تاريخها على طبعا اسماء الشخصيات الموجودة فيها أو نوعية الخط والأشياء هذه. أيضا عندنا مجموعة من المخطوطات، ولعل من أهم هذه المخطوطة التي يعود عمرها إلى أكثر من 300 عام، طبعا في عام تقريبا 1400 أو 1390 تقريبا في الحدود هذه. ولدينا أيضا مجموعة من المخطوطات الأخرى التي كتب عليها آيات من القرآن الكريم بماء الذهب على الرق أو جلد الغزال. تساءل المشاهد الكريم أستاذ خالد، هل المتحف متوفر للمشاهدين وللزوار طوال أيام السنة أم فقط في المواسم والفترة الصيفية؟ لا، طبعا المتحف مفتوح طوال العام، ولكن في فترة الصيف يكون هناك بعض الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات، خصوصا جمعية الثقافة والفنون، والتي تقوم ببعض العروض والمعارض التي تكون ضمن إحدى قاعات المتحف، وهذه يكون من شأنها تطوير والتعريف بدور المتحف الثقافي والاجتماعي في الطائف. إذا نشكر الأستاذ خالد القهرة الذي أعطانا انطباعا أوليا عن القاعة الإسلامية، ومن قبله كان عن القاعة ما قبل الإسلام. نحاول أكثر أن نغطي أبرز المعالم التاريخية في هذا القصر التاريخي، قصر شبرا من هنا من الطائف، في إطلالات قادمة إن شاء الله مع الزميل بدر العازمي. زملائي في الاستوديو، إليكم الكلمة.